عليكم حبابي حباباتي، مرحبا بكم في قناتكم قناة منتج. اليوم غير عذروني عيانة شوية مريضة، ولكن ما بغيتش نبخل عليكم بقصة جديدة. كتعرفوا ان القصص ديالي واقعية، وهذا الشيء اللي جايبه لكم اليوم. كنتمنى انكم تدعموني بلايك وبابوني باش حتى انا نزيد القدام في القناه ديالي اللي هي ديالكم. كتعرفوني ما كنبغيش نطول عليكم وندخلوا في الموضوع. اليوم غادي نمشيو لابليكاسيون ديال تيك توك، او هاد القصه اللي وقعت فيها وتشهرت بزاف. اليوم غادي نهضروا على واحد الكويتي سميتو عادل. هاد الكويتي هو من واحد العائله لاباس عليها في الكويت. الاب ديالو رجل اعمال، الام ديالو جالسه في الدار، ولكن هاد الولد ضصروه بزاف وخصوصا الام ديالو كانت مدصرة. هو كان كيقرا ولكن ماشي قرايه. واحد الولد اللي ضصروه والديه، خوتو قراو، كاين اللي تزوج كاين اللي قرا، ولكن هو والو اخوتي. سيد فنيان ما بغى يخدم ما بيدير والو. حتى لواحد النهار هو يجي عند الاب ديالو، قال ليه انا ما قريت ما والو، بغيت نمشي ندير فورماسيون او بغيت ندير له شي قرايه هكا في لونجلتير اللي هي بريطانيا. هنا الاب ديالو ما وافقش، قال لي كيفاش انت ما قريتي ما والو غادي تمشي وتما تقدر، حيت هو ما فنيان وهكا شنو غاتمشي دير تما، غاتمشي دير المشاكل كذا، ولونجلتير او بريطانيا ماشي بحال الكويت وغدير مشاكل. ما بغاش. من الام ديالو دخلت في الموضوع، ومن بعد ما دخلت الام ديالو وافق الاب ديالو خلاه يمشي لبريطانيا. بالفعل مشى لبريطانيا، بقى الاب ديالو كصيفط ليه الفلوس، ولكن والو. قرا المهم داكشي اللي قرا، ولكن السيد فاشل فاشل فاشل. من بعد دوز عامين في لونجلتير، بعد رجع للكويت. من اللي رجع للكويت نفس المشكل، السيد ما بغى يدير والو في حياته، عايش بالخير ديال والديه. هنايا قرر الاب ديالو ملي شاف ولدو دار معاه جميع الحلول، السيد ما بغاش يتقاد. اشنو غيدير اقترح عليه انه يتزوج بنت عمو، بنت خباه. صافي هو وافق، قال لي اوكي، حيت قال لي زيتنا في دقيقنا، والمهم وافق. ولدو ما عنده ما يدير اصلا فنيان وهو بغى بارده. صافي وافق، ولو ان بنت عمو صراحه ما كانش باغاه، عارفه كي داير وهكا ما كانش باغا، ما زعماتش عليه. ولكن الاب ديالها قال لي هلا غير تزوجيه وراه خير لم يدي غير نوع ديك الهضره ديال العائلات، ديال العائلات الارستقراطيه المخماليه بوكو العاقه وبوكو فلوس. بالفعل هذاك الشيء اللي كان. صافي تزوج بها، ولكن بنت عمو ما قدراتش انها تبقى معاه، لانه كان واحد الانسان اللي عزيز عليه السهرات، كيسهر، كيكمي كل شيء، حتى انه متعدد العلاقات. هو كيدير كل شيء، اي حاجه كتخيلوا كيديرها، عيالات، رجال، اي حاجه كتخيلوا كيديرها. هو واحد الانسان اللي فاسد، ما كانش عنده مبادئ ولا شي حاجه. هنا بنت عمو غتكتشف هذا الشيء على طريق التليفون، انها شافت عنده شي تصاور في التليفون اللي كانوا فاضحين مع شي رجال. من هنا غتفضحو، غتقولها الاب ديالها، وصافي هنايا غتطلق منه وغادي يعرفوه، غادي يتنشر في العائله ديالو انه طلق من بنت عمو. صافي غدوز هكا شي شهور، الاب ديالو غادي يتوفى. من بعد ضربها بورده، ربح فلوس كتيره صراحه، ولكن بقات الام ديالو كدعمو. مات الاب ديالو، ولكن خلى الولد بلا تربيه. كان واحد الولد متكبر، مع كل شي متكبر، ما حاسب حسب الفلوس، كيحسب الناس عبيد. بعد ما دخلته الفلوس وعينيه تحلو كتر وكتر، اش دار ما دار، بقى كيقلب في الانترنت. هنا غيتعرف على التيك توك، هنا غيولي يدخل لي لايفات ديال البنات، ومني غتبان لي شي بنت اللي قنبوله، حنا كنقولوا بومبا، كيبدا يدعم فيها، يصيفط لها في السبوعه، يصيفط لها في النموره، يصيفط لها في الترانات. هنا كيدعمها،
وتعرف هنا في التيك توك انه كان من اكبر الداعمين في التيك توك، او هو الداعم الاول لللايفات ديال البنات. هنا غيولي يدعم واحد المصريه، غيولي يصيفط ليها السبوعه المهم داعمها ديما. هنا غيصيفط ليها واحد الرساله في البريفي وغترد عليه، حيت بيان سور هو من الداعمين وغتبغي تربحو. هنا غيقول ليها انا راه عندي فيلا في دبي وهكا، نقطع عليك وجي عندي ورنتهلا فيك وكذا. بالفعل قطع عليها من بعد ما تهضروا بزاف وتعارفوا داكشي، قطع عليها ومشات عنده لدبي. هنا كانت عنده واحد الفيلا كبيره وغزاله واعره، ولكن كانت كلها كاميرات. هنا من بعد ما بيان سور مارست معاه وداك الشيء راكم فاهمين، دارت معاه علاقه غير شرعيه، دارت معاه كل شيء وصورها في اوضاع حميميه مخله، دارت معاه كل شيء. هنايا ولا كيصيفط له هكا من رجعت لمصر، ولا كيصيفط له هكا تاني باش تجي عنده، كتقول ليه لا وهكا. علاش؟ لانها تكون شافت شي ممارسات اللي ماشي هي هذيك، فما بقاش باغا ترجع عنده. هنا ولا كيهددها بالفيديو ديالها انهم غادي ينشرهم في الانترنت. وهنا بيان سور تحت التهديد تاني قطع عليها ومشات تاني لدبي. مشات دارت معه كل شيء تاني، لي فيديو بالتصاور بكل شيء، كيصورها كل شيء. صافي بقات كل مره كيهددها، صافي كتمشي عنده وخاطر هي ما حاملاش، كان كيدير معاه شي اوضاع حميميه مخله، ما نقدروش حتى نقولوا عليها حميميه. المهم صافي بقات هكاك حتى هو منها بوحدو، منها ومبقاش كيطلبها، صافي وخلاه هو اللي خلاها. هنايا غيبقى يدور كيتعرف على البنات، كيدير نفس هاد السيناريو، كيولي يهددهم، كيقضي فيهم الغرض ديالو. صافي ما كيبقاش يتسوق لهم، كيلوحهم. غدوز الايام من بعد هاد المصريه ومن بعد واحده اخرى، وكان هو كما قلت لكم من اكبر الداعمين، فبسهوله انه البنات كيطيحوا فيه، البنات بيان سور العزيز عليهم الفلوس. هنايا غيبقى يدور غيتعرف على واحد السعوديه عايشه في امريكا. هاد السعوديه كانت هربانه من دارهم في السعوديه، وكانت بحال نقولوا حنا متمرده على العادات والتقاليد السعوديه، وعاشت في ميريكان. هنا غيتعرف على هاد السعوديه اللي كان سميتها رنا في التيك توك في واحد لو لايف، ومجبده العينين وراكم فاهمين، حتى هي كانت بومبا. وهنا جاتو سعوديه راه شي حاجه دروك راه قريبه ليه في العادات والتقاليد، ما بقات مصريه، ما بقات حتى شي جنسيه واحده اخرى. بالفعل هذاك الشيء اللي كان بقى كيهضر معاها، عاودت ليه على ظروفها، انا عندها مشكله مع عائلتها، مع والديها في السعوديه، وما تقدرش تجي للسعوديه وهكا ولا الكويت، عندها مشاكل. قال لي هلا داك الشيء غيكون بيناتنا، وانا غنقطع عليك لدبي وصافي، جي لدبي وراه عندي في فيلا وما تخصك تا خير وهكا. المهم داك الشيء اللي كان، وكان ديما هو كيدعمها، ما كايناش السبوعه. صافي هبطت عنده لدبي، وبالفعل نفس الحاجه، ما كاينه لي كاميرات في الفيلا وهكا، وكلشي الاوضاع كيتصوروا. صافي دار مع هذاك الشيء اللي دار، سارها. المهم دوزوا هذاك الايام ما بيناتهم. صافي هي رجعت لميريكان. داك الشيء اللي كان بقى كيدعمها وهكا. جا واحد النهار قال لي راه بغيت نشوفك وتوحشتك وهكا. قالت لي واش انا عايشه في ميريكان، واش انا نبقى ننزل لدبي وبعيد عليا والوقت وهكا؟ ما يمكنش. قالت لي وانا ماشي ديال راسي وراه الخدمه وهكا، ما يمكنش. قال لا نقطع عليك وجي ما تخسري والو. قالت لي راه ما نقدرش. هو يصيفط ليها لي فيديو ديالها مسجلها في الفيلا ديالو. بدات كضحك، هو عاود تاني صيفط ليها لي فيديو ديالها، بدات تاني كضحك. قالت ليه بعدا سير داوي راسك. هو كيفاش نمشي نداوي راسي؟ مشات تاني عاود صيفط لها لي فيديو، قالت ليه سير داوي راسك راك مريض. يلا كيفاش مريض؟ عاود تاني صيفط ليها لي فيديو، هي كضحك. صيفط لها لي فيديو باش كيهددها باش تجي عنده لدبي ويزيد يستغلها، ولكن هي كتقول له راك مريض. ما فهم والو. كتب لها كيفاش راني مريض؟ قالت ليه انت راك مريض، سير دير التحاليل وتعرف راسك.
قال لها كيفاش؟ قالت ليه راك مريض بالسيده، حيت هي كانت مصابه بالسيده. هنا بدا كيصيفط لها كيقول لها كضحكي. لا راه ما كنضحكش، راه سي فغي انت مريض، راك فيك السيده. كيقول لها كيفاش؟ كتقول ليه راني عاديتك. كيقول لها ما يمكنش. كتقول ليه لا راه كنهضر معاك بصح. هو جاتو بحال الصدمه. من بعد اخوتي عيط على الشيفور ديالو، هزو هذاك الساع مشى داه لابوغاتوار. بالفعل دار التحاليل، دازت هذاك شي يومين 3 ايام صافي خرجت ليه. بالفعل مني جات النتيجه كيلقى راسو انه بوزيتيف. قال الحمد لله ما فياش. شي تقول ليه الدكتوره نو راه بوزيتيف، يعني انها فيك. هو يقول لك كيفاش؟ وهكي صافي جاتو صدمه. من هنايا شوفوا اخوتي ربي شحال كبير. هو كان واحد الانسان ظالم، استغل البنات بزاف، حتى مع الخدم ديالو كان كيعاملهم بحال العبيد. هنا ربي انتقم منه، بدا كيفكر وبدا كيرجع للماضي، اش دار في بنات الناس واش دار في ولاد الناس. وبدا هذاك الفساد اللي كان كيدير كله بدا كيرجع ليه لمخه. اش درت في حياتي؟ وكنت كندير كنستغلهم وكندير علاقات بلا حمايه بلا والو. اش درت يا ربي؟ هو كان كيقول هكا وتنادم معاه الحال. وهنايا صافي قرر انه باش يبدا حياه جديده. الصلاة والدين والإيمان تبدل حتى في معاملته مع الناس ومع الخدم اللي عنده، ولا كيتعامل معاهم مزيان. هنايا غيولي غيدخل في جمعيات ديال الناس المصابين بهذا الداء، الله ينجينا ونجيكم. وغيولي يتبرع بالفلوس باش يعاونهم، غيولي كيساعد الناس، وغتبدل العقلية ديالو. وندم على كل شيء هذاك الشيء اللي كان داير في حياته، كيفاش كان متكبر على الناس وكيفاش كان كيعامل الناس بحال العبيد. خوتي هاد القصة كانت دازت في التيك توك، وهاد القصة واقعية الحمد لله. اخوتي ما طاحش في المغربيات بنات بلادنا واخا انا مغربية، مي الحمد لله كيف ما كان الحال. واخوتي وبغا نقول لكم الله يحفظكم ويحفظنا، ونتمنىكم انكم تكون هذه القصه عجباتكم. وبغا نقول لكم اللي كيدعي القوه كيموت بالضعف. نخليكم على خير، وما تنساوش ديروا لي لايك وديروا لي ابوني ودعموني في القناه ديالي. نتمنى لكم الخير وبسلام عليكم. نتلاقى معكم في حلقه اخرى على قناه مولاي التاج. السلام عليكم.